لما نقرأ عن الصحابة رضوان الله عليهم، البعض بيتخيل ان الصحابة يعني ما كانوش بيعملوا حاجة غير ان هم صاحيين طول الليل يصلوا قيام الليل رضوان الله عليهم، وبالنهار بقى شغل وقراءة قرآن، ولا حد فاضل حد، ولا حد فاضي يهزر مع مراته ولا يغازلها. ازاي يعني؟ ده سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه دخل على السيدة فاطمة الزهراء زوجته، ولقاها يا حضرات بتستاك. ايه بتستاك ديت؟ بتغسل سنانها يعني. عارف انت بتنظف اسنانها. والنبي عليه الصلاة وأزكى السلام يعلمنا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. شوفوا الجمال والطهارة. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. النبي علمنا كده عليه الصلاة والسلام. فدخل ستنا فاطمة الزهراء لا ماسكة عود الأراك الأصفر ده زي فرشة الأسنان كده، وتنظف أسنانها. هو اسمه إيه؟ عود أراك، وبنسميه سواك. أي حاجة بننظف بيها الأسنان تبقى اسمها سواك. فدخل سيدنا علي فلقى ستنا فاطمة بتعمل كده. وبعدين دول ناس عرب، واللغة العربية دي شغلانتهم، وسهل قوي يقول أبيات الشعر كده زي ما احنا بنتنفس. فسيدنا علي قال ايه؟ حظيت يا عود الأراك بثغرها. يا بختك، يا بختك يا عود السواك، ده انت بين شفتي فاطمة الزهراء بغزل مراته. حظيت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. شوف البيتين دول فيهم ايه؟ فيهم الغزل، فيهم ان انا بغير على مراتي قوي. ده انت لو كنت تتحارب كنت حاربتك يا عود الأراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. يعني ما حدش يقدر يجي ناحية فاطمة الزهراء، ناحية زوجتي المصون. ايه الجمال ده؟ انا مقدر انا مقدر انا مقدر ان في ستات دلوقتي لما بيشوفوا سيدنا علي بيغزل زوجته كده يقول لك امال احنا حظنا عامل كده ليه؟ على رأي الشباب في الكنترول يقول لك حظنا منيل. لا، حظنا حلو ان شاء الله. هبقى اتكلم ان شاء الله ملفات كتير. انا بس بحب امشي مع حضراتكم واحده واحده كده عشان ما نتوهش من بعض. انا بتكلم الاول عن اختيار شريك الحياه، ازاي الحب يبقى في بيوتنا، وازاي يا جماعه والله واحد يقول لك انا ما بعرفش اقول غزل كده. عارف لو حبيت بصدق هتعرف تقول. اصل الحب ده هيجان القلب عند ذكر المحبوب. انا مش عايز اسيب موضوع الحلقه دلوقتي واتكلم عن الحب، هبقى اكلمكم عنه بالتفصيل ان شاء الله.